اهلا بيكم في كورس لينكس للبيجنرز الحلقه السادسه. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن بيزك كوماندز بارت 1 وخدنا 5 كوماند من الكوماندز المهمه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بيزك كوماندز بارت 2 وهناخد 5 كوماندز جداد. اول كوماند معانا وهو mk directory، بمعنى create a new directory. هو المسؤول انك تعمل نيو دايركتوري زي في الويندوز كده لما تيجي تعمل نيو فولدر. احنا هنا في الكالي لينكس هنعمل نيو دايركتوري باستخدام كوماند mk directory. وتاني كوماند معانا هو rm directory removes an empty directory، هو ده المسؤول عن انه يمسح الempty directory. وتالت كوماند هناخده ان شاء الله هيكون الار ام removes files or directories. ورابع كوماند معانا النهارده ان شاء الله هيكون copies file or directories. واخر كوماند هناخده النهارده ان شاء الله هيكون الام في، هو ده المسؤول عن انه يعمل moves or renames files or directories. هنتنقل للجزء العملي ان شاء الله. اتمنى من حضرتك انك تكون نزلت الكال لينكس وتكون عملت لها انستول على فيرتشوال ماشين عشان نبتدي الجزء العملي ويمشي معايا واحده واحده زي المره اللي فاتت، وان شاء الله هتفهم كل الكوماندز دي من خلال التيرمينال، وباذن الله طبيعي هتكون عرفت تحفظهم زيهم زي المره اللي فاتت. يلا بينا نفتح الكالي لينكس ونتنقل للجزء العملي. طيب بعد ما فتحنا الكالي لينكس هنبتدي ان احنا نراجع على الكوماندز القديمه بحيث ان انت برضو تتدرب اكتر، وبعد كده نبدا في الكوماندز الجديده. اول حاجه احنا هنفتح التيرمينال عادي جدا من هنا. احنا دلوقتي احنا ما نعرفش احنا فين، انا ناسي انا فين. ثانيه واحده نعمل الزوم الجميل عشان تبقى شايف معايا. انا ما اعرفش انا فين، انا فتحت التيرمينال وما اعرفش انا فين. طب عايز اعرف بي دبليو دي زي ما قلنا. انا كده فين؟ انا كده في فولدر اسمه كالي. والله انا رحت الفايل سيستم، بعد كده رحت هوم، بعد كده رحت كالي. جميل. طب عايز اعرف محتوى الكالي ده جواه ايه؟ ال اس. تمام. عايز اعمل تشينج دايركتوري. طب اعمل ايه؟ سي دي. انا عايز اخش فولدر الداونلودز. ادي فولدر الداونلودز. انا كده بقيت في فولدر الداونلودز. طب هل فولدر الداونلودز فيه حاجه؟ والله ما عارف. تعالى نعمل ليست. لا ما فيهوش للاسف. جميل. تعالى الدنيا اتزحمت نعمل كلير. جميل. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ احنا دلوقتي عايزين نستخدم الكوماندز الجديده. حلو. طب ماشي. تعالى نجيب سي دي ديسكتوب. سي دي ديسكتوب مش هيفتح طبعا معايا. ليه؟ لان حضرتك الديسكتوب فايل الديسكتوب او الدايركتوري ديسكتوب مش جوه داونلودز. لازم تاخد بالك من حاجه زي كده. امال الديسكتوب دي بيكون فين؟ بيكون جوه الكالي ذات نفسه. الكالي ده اللي هو يعادل الماي كمبيوتر كده عندك في الويندوز. طب هنعمل ايه بقى؟ والله باسل كان قال لي في الحلقه اللي فاتت ان انا لو دوست سي دي كده على طول انا كده رحت للكالي كلير، انا كده بقيت في الكالي. كده بقى دلوقتي او دوس ال اس. الديسكتوب موجود في الكالي، يبقى انا كده ممكن اعمل تشينج دايركتوري واروح على طول للديسكتوب. سي دي ديسكتوب. فتح معايا اهو. بقينا كده دلوقتي فين؟ في الديسكتوب. وزي ما قلنا احنا بدايتنا دايما بتكون السلاش. جميل. الدنيا اتزحمت كلير. جميل جدا. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نستخدم اول كوماند. اول كوماند عندي كان mkdir، بمعنى انك انت تقدر تكريت نيو فولدر على الديسكتوب بتاع الكال لينكس. والله انا ممكن اعمل كليك يمين وادوس كرييت فولدر، بس احنا بنتعلم من التيرمينال دلوقتي. يبقى هنعمله ازاي؟ هنقوم جايين mkdir. عايز تسميه ايه؟ انا هسميه مثلا عريبي. mkdir اعمل لي فولدر سميه عريبي. تعالى نروح كده على الديسكتوب. فعلا عمل لي فولدر اسمه عريبي اهو. كلام جميل. طب عكس الام كي دي اي ار كان ايه؟ ار ام دي اي ار، يعني ريموف الدايركتوري اللي انت عملته. جميل. طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي على الديسكتوب عندي فولدر اسمه محمد وفولدر اسمه عريبي. انا عايز امسح انهي واحد؟ والله اللي انت عايز تمسحه هتقول له ار ام دايركتوري واسم الفولدر اللي انت عايز تمسحه او اسم الدايركتوري اللي انت عايز تمسحه. جميل. طب هنكتب هنا ايه؟ ار ام دي اي ار. انا عايز امسح عريبي زي ما انا لسه عامله. اتمسحت كده على طول. تعالى نروح كده للديسكتوب نتاكد. فعلا ما بقاش موجود اللي انا عملته. جميل. يبقى اذا ام كي دي اي ار بتعمل لي نيو دايركتوري، لكن ار ام دي اي ار عكسها بتمسح الدايركتوري اللي انت عملته. كلام جميل. تمام. هنتنقل للكوماند الثالث اللي كان عندنا النهارده وهو الار ام. الار ام كان بيعمل ايه؟ كان بيريموف الفايلز اور دايركتوريز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تعالى كده على الديسكتوب، تعالى نعمل كليك يمين وندوس كرييت دوكيمنت ام بي تي فايل ونسميه مثلا عريبي. واخد بالك من الفرق الاثنين؟ ده دايركتوري وده فايل. خلي بالك من اللي انا بقوله. واخد بالك؟ يبقى الدوكيمنت بيتسمى فايل والفولدر بيتسمى دايركتوري. واخد بالك؟ في فرق ما بين الاثنين. تعالى بقى نجرب كده الكوماند الثالث. ار ام. انا عايز امسح دلوقتي ايه؟ فايل او دايركتوري. طب خلينا نمسح الفايل الاول اللي احنا لسه عاملينه. يبقى ار ام اي ار اي بي اي نفس عريبي ما انت كاتبها بره. يبقى ار ام عريبي. اتمسحت فعلا. يبقى كده الدوكيمنت اللي هو الفايل اتمسح فعلا. طب افرض انا عايز استخدم الار ام اللي هو كوماند الار ام اني امسح دايركتوري. هنا بقى تفرق. ليه تفرق؟
لان احنا لو كتبنا مثلا مان ار ام، تعالى بقى نشوف كده. بيقول لك ايه؟ ريموف فايلز اور دايركتوريز. جميل، احنا لسه ماسحين دلوقتي الفايل. طب عايزين نشوف هنمسح الدايركتوري ازاي. تعالى كده ندوس انتر. بص كده بيقول لك كل حاجه هي بتستخدم فيها. اقف لي هنا كده بقى عند نيجاتيف ار. بيقول لك ايه بقى؟ لو انت عايز تمسح دايركتوريز بتدوس ار ام نيجاتيف ار، يعني ماينس ار. جميل جميل. يبقى ار ام داش ار بتعمل ايه؟ ريموف دايركتوري. خد بالك. تعالى كده نجرب نمسح الفولدر او الدايركتوري اللي اسمه محمد. تعالى يلا بينا. ماشي، كيو نخرج بس من هنا. ار ام محمد. واخد بالك بقى من اللي هو بيقوله؟ بيقول لك ايه؟ كانوت ريموف محمد از ا دايركتوري. احنا ما عرفناش ان ده دايركتوري. طب نعرفه ازاي؟ ما احنا لسه شايفين دلوقتي من المان ان احنا المفروض نكتب ايه؟ ار ام داش ار محمد بنفس السبيلنج طبعا الموجود على الديسكتوب، وندوس انتر. كده بقى اتمسح معايا. تعالى كده نشوف. اتمسح فعلا. يبقى اذا انت كده لو عايز تمسح دايركتوري بالكوماند ار ام بتكتب ار ام داش ار الدايركتوري يتمسح معاك. طب افرض عايز تمسح دوكيمنت بمسمى فايل، ار ام الفايل على طول اللي هو اسم الفايل على طول وتدوس انتر يتمسح معاك. واخد بالك من الفرق؟ واحد دلوقتي ممكن يقول لي طب احنا ممكن نمسح الدوكيمنت بار ام دي اي ار؟ لا، هنا بقى اقول لك لا، ما ينفعش. ار ام ينفع تمسح الدوكيمنت والدايركتوري، انما ار ام دي اي ار ما تمسحش غير دايركتوري بس. تعالى كده نجرب. تعالى نروح على الديسكتوب، كليك يمين، كرييت دوكيمنت امتي فايل، سميه مثلا باسل، كرييت. يلا بينا نجرب، يلا بينا. ار ام دي اي ار باسل. فيلد تو ريموف باسل. ليه؟ نوت ا دايركتوري. للاسف هو مش دايركتوري عشان يمسحه. يبقى اذا ده ما ينفعش يمسحه غير مين؟ ار ام باسل. فهمنا احنا ايه بقى من الموضوع ده؟ فهمنا ان الار ام ينفع تمسح الفايلز او الدايركتوري، انما الار ام دايركتوري ما تمسحش غير دايركتوري بس، وما تقدرش تمسح فايلز. واخد بال حضرتك من الفرق؟ طيب هنتنقل للكوماند الرابع واللي هو السي بي، اللي هو ازاي تعمل كوبي للفايل او دايركتوري. طيب هنروح على الديسكتوب الاول، نفتح كده بقى نيو تيرمينال، وركز بقى معايا كده. اعمل لكم الزوم الجميل عشان تبقوا شايفين معايا. حلو. انا دلوقتي فين؟ انا دلوقتي في الكالي، عايز اجيب سي دي ديسكتوب. جميل جميل. طيب هعمل ايه انا دلوقتي على الديسكتوب؟ هعمل 2 فولدر او 2 دايركتوري ام كي دي اي ار زي ما اتفقنا. هتعمل 2 فولدر مثلا تسميهم ايه؟ هسميهم باسل، وهسمي مثلا واحد تاني عريبي. كده انا بعمل ايه؟ بقول له انشأ لي 2 دايركتوري، واحد اسمه باسل وواحد اسمه عريبي. جميل جميل. انتر. تعالى نشوف كده. فعلا عمل لي 2 اهو. جميل، واحد اسمه باسل وواحد اسمه عريبي. جميل. الاس بقى عندي ايه؟ عندي باسل وعريبي، 2 دايركتوري اهو. جميل. هخش جوه باسل، سي دي باسل، كلير كده عشان الدنيا بس تبقى واضحه. حلو. باسل دلوقتي ما جواهوش اي حاجه، برضو جواه هقول له انشأ لي، اعمل لي دايركتوري سميه لي مثلا هي مثلا. جميل جميل. حلو كده. بقى عندي ايه؟ عندي فولدر جوه باسل اسمه ايه؟ دايركتوري جوه باسل اسمه هي. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز استخدم الكوماند الرابع اللي هو سي بي، اللي هو عايز اعمل كوبي للدايركتوري ده واوديه في حته ثانيه. طب ما تيجي نعملها بنفس شكل السي دي اللي اتعلمناه في الحلقه اللي فاتت. يعني ايه بس بنفس شكل السي دي اللي اتعلمناه في الحلقه اللي فاتت؟ يعني تعالوا كده نتعلم كده المهاره وازاي ان احنا نرجع على طول بالتيرمينال ونستخدم التيرمينال في كل حاجه. جميل جميل. طب هنعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي مكاني فين؟ انا دخلت على الديسك توب ورحت لفولدر اسمه باسل اللي هو الدايركتوري بتاع باسل. جميل. حلو. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اخد الدايركتوري اللي اسمه هي اللي جوه الدايركتوري بتاع باسل وانقله مثلا على عريبي اللي بره في الديسك توب ده. يعني انا هنا دلوقتي عندي دايركتوري هي جوه دايركتوري باسل، وعايز اخده من جوه باسل وانقله على الدايركتوري اللي هو عريبي ده. طب هنقله ازاي؟ من خلال التيرمينال. تعالوا بقى نشوف هنعمل الحركه دي ازاي. جميل. حلو. انا المصطلح اللي عندي، الكوماند الرابع اللي عندي اسمه ايه؟ سي بي. سي بي اللي هو كوبي. طب عشان اعمل ده انا هعمل ازاي؟ اعملها once داش ار داش ار. الدايركتوري اسمه هي، يبقى هي دوت دوت. ما معنى دوت دوت؟ يعني انا هرجع، انا فعلا عايز ارجع من فولدر باسل واروح على الديسك توب. ليه اروح على الديسك توب؟ علشان انقل الدايركتوري اللي هو هي واوديه جوه دايركتوري اسمه عريبي. جميل.
واحنا فعلا في الحلقه اللي فاتت اتعلمنا ان احنا لو عايزين نرجع باك بنكتب سي دي تشينج دايركتوري اللي انت عايز تروح له، وتدوس باك يعني ايه سبيس دوت زي ما احنا ما كاتبين، بس الفرق المره دي ان احنا هنعمل كوبي، فبدل سي دي هنخليها سي بي. جميل جميل. طب عشان نعمل الموضوع ده في سطر واحد او وانس بنعمل ايه؟ سي بي داش ار اسم الدايركتوري هي اللي موجود دلوقتي جوه باسل، واحنا فعلا جوه باسل. ارجع باك على الديسك توب ووديهولي في الدايركتوري اللي اسمه عريبي. ارجع باك على الديسك توب اهم اللي هم النقطتين دول، ووديهولي في دايركتوري اسمه عريبي، يبقى سلاش عريبي وندوس انتر. جميل، انتر. كده بقى المفروض ان هو اتنقل جوه عريبي. طب ما تيجي نشوف احنا دلوقتي فين اصلا. احنا دلوقتي جوه باسل. طب عايزين نرجع باك، نرجع باك ازاي؟ سي دي دوت وانا كده رجعت باك في الديسك توب. كلير عشان الامور تبقى واضحه. ال اس عايز اروح في عريبي واشوف الدايركتوري اتنقل ولا لا، يبقى سي دي عريبي كلير. ال اس اتنقل فعلا اهو. اخر كوماند معانا هو الام في، والام في كان بيقدر يعمل موف او رينيم للدايركتوري او الفايلز. طب ازاي بيقدر يعمل كده؟ تعالوا نشوف سوا. احنا دلوقتي اخر حاجه كنا واصلين عندها كانت ايه؟ كان ان دايركتوري هي موجود جوه عريبي. جميل جميل. طب انا دلوقتي عايز اعمل له موف من عريبي واوديه على الديسك توب. اكتب ايه؟ اكتب ام في هي. عايز توديه فين؟ على الديسك توب. هل اكتب ديسك توب ولا ارجع باك على طول؟ لا ارجع باك على طول، يبقى دوت. اتنقل فعلا اهو. بصوا بقى موجود على الديسك توب اهو. جميل جميل. طب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل له رينيم واغير اسم الدايركتوري اللي هو هي لاسم تاني. مش هو بيقدر يعمل رينيم؟ بيقدر يعمل رينيم. طب عايز اغير اسمه. طب هو مكانه فين دلوقتي؟ هو مكانه على الديسك توب، يبقى انا اروح للديسك توب. ارجع باك. كده انا رجعت باك. كلير بس عشان الامور تبقى واضحه. دلوقتي كده بقيت انا على الديسك توب. ايه اللي موجود على الديسك توب دلوقتي؟ دايركتوري اسمه باسل وعريبي، ودايركتوري اسمه هي، وفايل اسمه الاسم الغريب ده. ما علينا دلوقتي، خلينا في ايه؟ في هي. احنا عايزين نغير اسم هي ونخليه اسم تاني، صح؟ مش ام في بيقدر يغير لي وبيقدر يعمل لي رينيم. جميل جميل جميل. حلو. يبقى ام في هي عايز اغير اسمه. طب خلينا بس الاول قبل ما نتكلم في حته نغير اسمه، ما تيجي نجرب نعمل له موف لدايركتوري تاني. احنا دلوقتي لو عايزين ننقله نقدر نوديه فين؟ نقدر نوديه عند عريبي او عند باسل. طب هل اقدر اوديه جوه نفسه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ نوت لوجيك، ما ينفعش. طب ينفع اوديه على دايركتوري مش موجود؟ يعني ايه دايركتوري مش موجود يا باسل؟ يعني مثلا لو كتبت ام في هي علي، هل علي ده موجود على الديسك توب؟ لا مش موجود. يعني باسل وعريبي وهي والدوكيومنت الموجود ده، فين بقى علي؟ علي مش موجود. اذا انا دلوقتي لو قلت له ام في هي علي، ما عندوش دايركتوري اسمه علي، فبالتالي مش هيقدر ان هو ينقله. بس هيعمل ايه؟ هيغير اسم هي ويحوله لاسم علي. ايه ده بقى اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت عايز تقول لي يا باسل ان هو بيعمل رينيم في حاله لو ما كانش موجود الدايركتوري اللي انت عايز تنقله فيه؟ ايوه بالظبط كده. فلما ادوس انتر بصوا بقى اسمه اتغير ازاي بقى، اتحول لعلي. يبقى الرينيم بتاعه بيتعمل في حاله ايه؟ في حاله لو كان الدايركتوري اللي انت عايز توديه ليه مش موجود على الديسك توب او مش معترف بيه، ساعتها هيقوم مغير اسم الدايركتوري اللي انت بتنقله وبتعمل له موف ويخليه الاسم الدايركتوري اللي هو مش موجود. طيب احنا كده خلصنا النهارده، وان شاء الله هنكمل الكوماندز من الحلقات اللي جايه باذن الله، ونتدرب اكتر واكتر باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه دي. وتعالى اوريكم التاسك التاني اللي علينا في الكورس. وزي ما احنا ما اتفقنا كل سيشن بيكون فيه تاسك في الاخر حضرتك بتحله، ولو في اي حاجه وقفت معاك بترجع لي على السوشيال ميديا وانا بقدر ان انا اتابع معاك وارد عليك. طيب تاسك 2 بتاع حضرتك عباره عن ايه؟ نفس اللي انا كنت طالبه في تاسك 1 بالظبط، بلس الحاجات الجديده اللي طالبينها في تاسك 2. تاسك خفيف جدا، هو بس الهدف منه ان انت تتدرب اكتر على التيرمينال وتنفذ كل اللي احنا عملناه علشان المعلومات تثبت في دماغك ومفيش داعي انك تحفظ اي حاجه. ونفس الهنت طبعا اللي انا مديهولك اللي انت هتستخدم الكوماند مان، لان الكوماند مان هو اللي هي ايه، اللي هيقول لك استخدامات الكوماندز عباره عن ايه والكلام ده كله، عشان بحيث لو انت عطلت في اي حاجه ايدك تشتغل على مان على طول وتكتب مان نوع الكوماند اللي انت مش فاكر هو كان بيعمل ايه او عايز تعرف بيعمل ايه تاني، وهتعرف تفاصيله كلها. جميل جميل. بتمنى لكم التوفيق دايما، وشكرا جدا ليكم، ويا رب تستفادوا مني دايما كتير، واشوفكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز باذن الله.